مشاهدينا، إليكم حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس. من المتوقع أن يظل الطقس متقلبا مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الباردة. نبدأ بالمناطق الشمالية والوسط: الدار البيضاء، الرباط، طنجة وفاس ومكناس. من المتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في مناطق الشمال الغربي والسهول الأطلسية. أما بالنسبة للتساقطات، غادي تشهد بعض المناطق خصوصا السواحل الأطلسية الوسطى، الدار البيضاء ونواحيها وشمال طنجة زخات مطرية متفرقة خاصة خلال فترات الصباح والمساء. أما بالنسبة للرياح، ستكون الرياح معتدلة إلى قوية نسبيا من القطاع الشمالي. على السواحل ستكون درجة الحرارة الدنيا باردة، بينما تعرف القصوى ارتفاعا طفيفا خلال النهار. بالنسبة لدرجة الحرارة، ستكون درجة الحرارة الدنيا باردة، بينما تعرف القصوى ارتفاعا طفيفا خلال النهار. بالنسبة لمناطق الأطلس والجنوب الشرقي، إفران وورزازات وراشدية، ستكون الأجواء باردة جدا مع تكون صقيع خلال الليل والصباح خاصة على القمم الأطلس الكبير والمتوسط. أما بالنسبة للتساقطات، من الممكن تسجيل تساقطات ثلجية خفيفة أو بقايا ثلوج متساقطة على الارتفاعات اللي كتجاوز 1800 متر. بالنسبة للرياح، ضعيفة إلى معتدلة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة، تبقى الحرارة الدنيا ما بين 2 درجات و4 درجات في المرتفعات ديال الأطلس. أما بالنسبة لمناطق الجنوب والأقاليم الجنوبية، أكادير، العيون، الداخلة، الطقس مشمس إلى قليل السحب عموما. بالنسبة للرياح، ستهب رياح قوية نسبيا من القطاع الشمالي خاصة على السواحل الجنوبية، مما قد يثير بعض الرمال محليا في الداخل. من المحتمل تكون ضباب أو سحب منخفضة بالقرب من السواحل الأطلسية الجنوبية خلال الصباح. أما بالنسبة للحرارة، تكون الحرارة معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا، وغادي توصل ل 25 درجة. ومن هنا نكون وصلنا لنهاية النشرة ديالنا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.